السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاملين إيه يا أحبابي؟ هنعمل إيه النهاردة؟ هنعمل طاجن اللحمة بالبصل. بس عايزة أقول لكم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله يا ولاد، طعم والريحة ما فيش بعد كده حلاوة ما شاء الله. هنصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مش عارفة التصوير ماله النهاردة بس معلش عدوها بقى. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. التليفون بتبقى بتصوري بالعرض بيجي معاكي بالطول ازاي مش عارفة. فربنا يصلح الحال يا رب والفيديو يعجبكم من الآخر. يعني عايزة أقول لكم الطعم والريحة حوار. نزلت باللحمة كده ومعلقة سمنة بلدي بقى ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. نزلت باللحمة. لازم نحمر اللحمة الأول في السمنة كده زي ما احنا شايفين يا ولاد، وبعد كده بننزل بالبصل. تمام. اما حابة تشوح اللحمة وتحط عليها المية بالتوابل اللي هي بتاعتها بس بدون ملح، وتعملي البصلة خارجية عادي. انا عملت حاجة حلوة قوي هتعجبكم. نكمل الفيديو مع بعض واحنا هنشوفها. طبعا نزلنا كده بالبصل. انا بحب البصل يتشوح مع اللحمة بصراحة، لانه بيديها طعم وريحة حلوة جدا. نزلت طبعا التوابل اللي هي السبع بهارات، فلفل اسود. بس البابريكا حطيتها في الاخر هي والملح. ماشي، البابريكا حطيناها في الاخر هي والملح يا ولاد. ادانا البصل مع اللحمه تشويحتين كده، ونزلت بالفلفل واحد رومي واتنين سبايسي. تمام. وزودت الميه بقى. بعد كده البصله دي انا حمرتها لوحدها يا حبايب قلبي. بصله و فصين توم او 3 فصوص توم. يعني تشويحه برضو مش تحمير، يعني مش بحمر البصله اللحمه يا ولاد اللي هي دي. مش بتتحمر. ونزلت ب4 حبايات طماطم. هما الطماطم كانت صغيره شويه فانا عملت 4 حبايات طماطم. حطيتها وحطيت الملح بتاعي بقى وحطيت شويه بابريكا، ورحت ضيفاها على اللحمة زي ما شفنا كده. طبعا كنت جهزت الفرن. كنا جهزنا الفرن طبعا. وجبت الطاجن ونزلتها في الطاجن ورحت مدخلها الفرن. عايزة اقول لكم ما شاء الله ولا قوة الا بالله، تحفة تحفة تحفة. طبعا كنت حطيت اللهم صل على رسول الله. حطينا الرز بشعرية. طبعا أنا عملته معاكم كتير قبل كده. وخلصنا كده وخرجتها من الفرن. شوفوا الجمال بقى وشوفوا الحلاوة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بيتكلم عن نفسه. والليمون المخلل اللي أنا كنت عاملاه معاكم قبل كده ما شاء الله. يبقى عملنا إيه يا ولاد؟ حمرنا اللحمة يا ولاد ونزلنا عليها بالبصل. طبعا نسيت اقول لكم اللي انا حطيت شويه سكر. اللي متعود متابعني او متعود على وصفاتي ما شاء الله لازم شويه السكر. شويه السكر ايه تعادل الحموضه. عشان ايه اليومين دول الكل بيشتكي من الحموضه والمعده والكلام ده كله يا ولاد. وطبعا عشان احنا بناخد ادويه لازم شويه السكر دول بيخلوا الاكل في حته تانية خالص يا ولاد. والله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم ريحتها والطعم تحفه 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 ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني انت بتسوي اللحمه خالص وبعد كده بتضيفي باقي التوابل وتدخلها بقى والملح. انا طبعا ما بحطتش الملح الا في الاخر خالص عشان اللحمه تستوي يا حبايب قلبي. اللحمه بالذات مش بحب احط لها اللحمه بالذات مش بحب احط الملح في الاول عشان تستوي بسرعه. والسكر برضو بيسرع التسويه بتاعتها، يخليها تستوي معاكي بسرعه. ماشي. ما ننساش اللايك يا حبايب قلبي، واللي ما عملش اشتراك يلا ينورني في القناه هتتبسطوا والله معانا. اكلاتنا كلها بسيطه وعلى قد الايد. ويا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. يا رب يصلح حالنا ويصلح ما بين ايدينا جميعا. وادعوا لنا دعوه حلوه من قلوبكم كده ان يا رب بصلاح الحال طبعا لنا كلنا. ويا رب ينصر اخواتنا في غزه، اللهم امين نصرا عزيزا يا رب العالمين. ويعم الامن والامان على الامه العربيه جميعا يا رب. انا طبعا نزلت بالفيديو اللي فات يا ولاد بتاع شارع المعز. بلدنا جميله يا ولاد، بلدنا حلوه قوي ما شاء الله. الناس اللي بره مصر تعالوا شوفوا بلدنا وشوفوا حضارة بلدنا وجمالها. يا رب يبارك في مصر وأهلها يا رب، وجيشها وشعبها وحبايبها وكلهم يا رب يبارك لنا فيهم. ويبارك لنا فيكم انتوا كمان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم يا حبايب قلبي.
الاكل هنا كنت طبعا. قولوا لي بقى مين اللي كان بياكل، لو عرفتوا قولوا لي في الكومنتات عشان اعرف انتوا سمعتوا الفيديو ولا لا. لان ايه، اغلب الناس مش بتسمع، في رعاية الله يا حبايبي.